نهار ابيض. اقول ايه بس يا جماعه؟ النادي الاهلي اتهزم من باتشوكا في ماتش ودي 1-0، وفي ركلات الترجيح اتهزموا يا اخي بلاش ركلات الترجيح لان ما فيهاش كبير، بس انت مهزوم 1-0 في الشوط الاولاني. اللي رجعك مين؟ اللي رجعك تريزيجيه، ومع فريق ايه؟ فريق في المركز الثامن في الدوري المكسيكي. انت فكر باتشوكا ده ايه يعني؟ ريال مدريد ده باتشوكا ده في المركز الثامن. احنا مين عندنا في المركز الثامن؟ اللي عندنا احنا في الدوري المصري المركز الثامن الاهلي يتعامل معاه بالعافيه، يا بال فريق تاني بره بقى ملهوش معنى ولا له طعم ولا باين اساسا في الجدول. مركز ثامن يعني لا خد كونفدراليه ولا خد افريقيا ولا خد حتى اي حاجه، طالع صفر. انت بتتكلم في ايه بس يا جماعه؟ احنا عندنا اقل اسماعيلي، الاسماعيلي ده اقوى من باتشوكا 7000 مره. الاسماعيلي اقوى من باتشوكا، وفي الاخر الاهلي بيتهزم منه، ومش بيتهزم منه في ماتش عادي، ده ماتش ودي لتاهلهم لكاس العالم للانديه. يعرفوا الاخطاء ياما تطلع كده مهزوم ل 1-0 في الشوط الاولاني. لا ده يدل ان انت عندك الدفاع، اللهم صل على النبي بقى، ده انت الدفاع عندك في الماتش ده كان قاعد في البيت واللعيبه بس منظر لعيبه. لا يا جماعه، الدلع زياده عن اللزوم هيخلي اللعيبه توصل لمرحله مش هيلعبوا. انتوا بتلعبوا في كاس العالم للانديه يا رجاله، انتوا بتلعبوا في كاس العالم للانديه، مفيش هزار. تطلع من باتشوكا في مركز وباتشوكا ده في الدوري المكسيكي المركز الثامن، وتطلع مغلوب لي. لا 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 لا، في حاجه غلط. كان ماله كابتن عماد النحاس؟ كان ماله كابتن عماد النحاس؟ على الاقل كان بيحط دفاع والهجوم، كان بينظم الدنيا. يا اخي بلاش تنظيم الدنيا، اعتبر ان التشكيله مش متنظمه والتشكيله فيها حاجه غلط. فين اللعيب؟ فين اداء اللعيب؟ فين الاحتراف؟ فين البساط؟ فين الكره الحلوه؟ يا حبيب قلبي انتوا هتقابلوا ميسي. عارف يعني ايه ميسي؟ افضل لاعب في العالم كله. يعني ميسي اللي حواليه بس لاقطين منه كده، يعني اي لاعب بيلعب مع ميسي في الفريق اللي ميسي بيلعب فيه لاقط من ميسي، متعاص من ميسي احتراف. يعني انت كل اللي هيقابلوك دول ميسيات، ميسي وميسي وميسي، ميسياته وميسياته وميسياته. يعني انت تطلع من ماتش صفرياته. يا حبيب قلبي يا غالي خلوا بالكم يا جماعه، انتوا ما بتهزروش، انتوا بتلعبوا في كاس العالم للانديه، انتوا ممثلي مصر. يعني لو طلعتوا مهزومين احنا هنبقى عاملين كده، فما ينفعش. لازم تشدوا حيلكم شويه، اللعيبه تعقل يا جماعه. امام عاشور فين؟ بن شرقي فين؟ تريزيجيه جاب هدف باخطاء دفاعيه ملوش معنى ولا له طعم. فين اللعيبه؟ فين ماليش دعوه بالاهداف، اتهزم. بس انا عاوز بساط، عاوز دفاع، عاوز هجوم يحول مره واثنين وعشرة. اما لا في دفاع ولا في هجوم، ما فيش غير لاعب واحد بس اللي نشكره، شكرا الشناوي. شكرا الشناوي، انت انقذت فريقك من اهداف محققه كتير. شكرا يا شيشو، شكرا يا شنو. لان النادي الاهلي على الوضع ده كده هنقول عليه رحمن رحيم، مش هيكمل في كاس العالم للانديه وهيطلع بدري بدري، وهنقول له مع السلامه للي عايز يمشي، ارجعوا بقى تاني في الطياره وانتوا جايين. ما ينفعش، لان النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. لما النادي الاهلي بجلاله قدره يتعادل في ماتش ودي، يبقى الرسم هيعمل ايه؟ الرسم اللعيبه هتعمل كده. لا ما ينفعش، انت بتلعب في كاس العالم للانديه. يعني الغلطه مش بجون ولا بفوره ولا ببوره، الغلطه هتتحاسب عليها حساب عسير. ده انت في كاس العالم يا اخي بلاش، مش عاوز بلاش تفوزوا اول مباراه، اطلعوا متعادلين. يعني اي حاجه، انت تلعبوا مع انتر ميامي، يعني الفريق ده ما بصراحه نادي الاهلي على وضعه كده هيجي، واللي ليه حاجات في الطياره بره هناك يبعتها لهم في الطياره، اللي حاجات في امريكا يبعتها في الطياره. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه بس؟ بتعملوا ايه يا جماعه بس؟ اقول لكم ايه؟